السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو على السريع. هذه أبرز العناوين. المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية الثانية. إلياس الشاعر: لن نذهب إلى قطر لقضاء العطلة. البديل المحتمل للدولة المغربي أمين حريج يصل إلى الإمارات. والآن إلى التفاصيل، ولكن قبل ما نبداو باش تكون أول واحد كيتوصل بعدد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. أجرى المنتخب المغربي عشية يوم الثلاثاء ثاني حصة تدريبية على الأراضي القطرية تمهيدا لخوض الغمار النهائية كأس العالم التي ستجرى ما بين 20 نوفمبر و 18 دجنبر. وجرت الحصة التدريبية الثانية للمنتخب المغربي انطلاقا من 6 مساء على أرضية ملعب التحيل بالدوحة بعدما باشروا عملهم مساء أمس الاثنين بحصة لإزالة العياء. وعرفت الحصة التدريبية التحاق مجموعة من اللاعبين بالكتيبة الوطنية بعد غيابهم من الميران الأول بسبب الالتزام مع النجم الأوروبية. ومن المنتظر أن يجري الأسود حصة أخرى يوم الغد الأربعاء قبل التوجه بعد غد الخميس صوب الإمارات من أجل مواجهة نادال جورجي في مباراة ودية استعدادا للمونديال. ويدشن المنتخب المغربي رحلته في المونديال بملاقاة كرواتيا يوم الأربعاء. أعرب إلياس الشاعر نجم كوينز بارك رانجرز عن سعادته بتمثيل المغرب في أول مشاركة في المونديال بالنسبة للاعب، مبرزا أن الذهاب لقطر لن يكون لقضاء العطلة في ظل وجود منتخب شاب مليء بالكفاءات. وقال صاحب 25 عاما في حوار له مع موقع كوينز بارك رانجرز: سأقوم بتمثيل بلدي في أول مشاركة مونديالية لي، وأنا سعيد جدا بفريق كوينز أيضا لأنهم السبب الرئيسي وراء ذهابي لكأس العالم وحول استدعائي للمشاركة رفقة المنتخب المغربي في كأس العالم قطر. قال الشاعر: تلقيت كثير من الرسائل نصل التهنئة، إنها لحظة فخر للغاية بالنسبة لي. ثم تحدثت إلى أمي وأبي وكان رد الفعل هو نفسه، كانوا سعداء جدا بي وفخورين أيضا. وتابع: الآن يعملون على كيفية الوصول إلى هناك. ستكون أمي وأبي وزوجتي وعمي في قطر لتشجيع المنتخب المغربي. وعن هدفي أكد الدولة المغربية قائلا: أريد أن أصعد إلى أرضية الملعب واللعب أكبر عدد ممكن من الدقائق. هذا هدفي الفردي، وكفريق من الواضح أننا الخيول السوداء. لا أحد يتوقع منا الكثير حقا. وأضاف: لكن لدينا فريق شاب مليء باللاعبين الأكفاء. يجب أن تشعر المنتخبات المشاركة بالقلق من جهتنا. لن نذهب إلى قطر لقضاء عطلة، نحن سنذهب لنثبت أننا نستحق أن نكون في هذا المستوى. ووصل مهاجم بيرني أنس الزروري إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل الانضمام إلى المنتخب الوطني المغربي استعدادا لكأس العالم بقطر، حيث سيكون البديل المحتمل للدولي المغربي أمين حارج لاعب مارسيليا الفرنسي الذي سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة موناكو الفرنسي. وبدأ مهاجم بيرلين الإنجليزي في وقت سابق إجراء تغيير الجنسية الرياضية في انتظار تطور الساعات أو الأيام القليلة القادمة التي قد تجعله بديلا محتملا للحارج المصاب في قائمة الركراكي. ويعتبر أنس واحد من أهم العناصر الجائزة التي يتم الحديث عنها لحمل قميص المنتخب الوطني في الوقت الحالي، بعدما رفض اللاعب لمنتخب بلجيكا وفضل حمل قميص المغرب. اللاعب من مواليد 7 نوفمبر 2000 يشغل مركز الجناح الأيسر وقد يلعب كمهاجم ثاني أيضا. انتقل هذا الموسم من نادي شارلو البلجيكي إلى برلين الإنجليزي مقابل 4 مليون يورو. اللاعب شارك في بداية هذا الموسم في 5 مباريات رفقة شارلو بالدوري البلجيكي، هدفين، ثم 13 مباراة رفقة برلين بالشامبيونشيب 4 أهداف و2 أسيست، ومباراة مع الفريق بكأس كارابو الهدفين في 33 دقيقة. ويذكر أن فريق بيرلي هو المتصدر ترتيب دوري الشامبيونشيب بعد مرور 21 جولة. على مستوى المنتخبات، لعب أنس الزروري لمختلف منتخبات الفئات السنية لبلجيكا بدءا من الفئة 17 سنة وفي سنة 2017 وصولا إلى آخر مشاركة في المباراتين ودية مع المنتخب بلجيكا شهر شتنبر 2022. وبهذا أستودعكم بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.